جيمنج في مصر. ليه الجيمنج في مصر ضايع؟ خليني اقول لك. اهلا بيكم في فيديو معلوماتي شويه. لو بنتكلم على الجيمنج بره مصر، فالجيمر اول حاجه بيفكر فيها هي يعني اجيب 50 70 تي اي ولا 40 80. انما لو انت في ام الدنيا طبعا، فانت محتاج تبيع كليتك انت وصاحبك علشان تجيب حاجه واحده من دول. وخد على كده نفس الكلام في باقي القطع. غير كده انت لو ربنا كرمك جبت الجهاز اللي نفسك فيه، خش بقى على اسعار الالعاب. محتاج مثلا لو انت في ام الدنيا عشان تشتري لعبه اللي انت عاوزها، فانت محتاج على الاقل ازيد 65% من مرتبك الشهري مثلا عشان تشتري لعبه واحده او اتنين. يا عم مش مشكله، قلت هتجيب اللعب من موقع الفتم ومعلقه، انت عارفه اكيد. فده بيودينا اصلا لنقطه تانية، قالوا هي اسعار باقات النت. مبدئيا كده العالم كله حوالين مصر شغال بانترنت غير محدود. انت بس في العالم انت وزيمبابوي تقريبا او مش عارف مين، مع ان قبل كده انت كنت شغال بانترنت غير محدود من فتره، بس ازاي بقى؟ لازم يبدنوا علينا. المهم نرجع تاني. عايز الجيمر المصري الكحيان التعبان، اقل لعبه مثلا ممكن تحملها هي هتاخد مثلا من 25 ل 60 جيجا. يعني لو عملت باقه من 840 فده يا دوبك على قد لعبتين، وهتجدد كل اسبوعين. كده كده انت لو عملت باقه ب 400 جنيه انت كده كده هتدفع كل اسبوعين، هتجدد كل اسبوعين. انت اخرك مع الشركه دي اسبوعين. يعني مش مشكله يا عم، اشتريت الباقه وهتخليها من ام 300 او 400 جيجا اللي هم اصلا انت هتزود ال 35% من مرتبك على الباقه. فانت كده اصلا هتخش على النقطه الثانيه اللي لازم نتكلم عنها، وهي جوده وسرعه النت. عشان تكون عارف، بس سرعه النت اللي هي 30 جيجا اللي انت بتاخدها في النت دي على الورق، بس انت اصلا مش بتوصل ل 30 جيجا، انت اخرك 5 ميجا. انت لو جيت بصيت وحسبت اخرك 5 ميجا، يعني ممكن توصل ل 7 و10 ميجا ولكنك في نفس الوقت مش مستقر. يعني وساعه ما النت يكون تمام وزي الفل بتوصل ل 7 ميجا و10 ميجا، وده اصلا كفايه. انا عارف ان انت مش محتاج توصل لل 30 ميجا، ولكن انا بوصل لك ان هو الانترنت مش مستقر، اللي هو دول مش طول الوقت. ولو انت صانع محتوى مثلا او ستريمر وبتحاول تعمل حاجه تزود لك فيها الدخل، فانت حرفيا تقعد شويه حلوين عشان تتعرف، حتى من افيه او من لقطه ما مش مقصوده او مقصوده، بيكون اللي بيتفرج مستني طول الوقت لقطه زي دي طول الوقت. مش مهم اللعبه اللي انت بتلعبها، مش مهم المونتاج اللي انت بتعمله، مش مهم مستواك في اللعبه عامل ازاي، بس ده عادي اوريدي. يعني انت فاهم، ما كل الناس بتلعب، ما كل الناس بتوصل لمستويات عاليه. كل اللي بقوله لك لو انت مثلا صانع محتوى او جيمر او ستريمر او اي حاجه من الحاجات دي، فانت كمل. حتى لو قعدت كتير ما تزهقش، ما تبطلش، طور من نفسك بس ما تتغيرش. حلوه الجمله دي. الجيمنج هوايه زي اي حاجه تانية عاديه، في حاجات مفيده جدا زيه زي بقيه الهوايات. ممكن يبقى اشبه بالادمان لكنه ادمان مفيد. بس خلينا متفقين ان الجيمنج في مصر في تحسنات. الجيمر المصري اوريدي بيعرف يتاقلم على اي حاجه، يشغل اي لعبه ما تشتغلش، يقلل الجرافيك اكتر من اللازم، يعمل مودات تحسين اف بي اس، يصلح اي مشكله بنفسه من اليوتيوب حتى. ورغم كده الجيمر المصري لسه موجود، لسه بيلاقي طريقه يلعب بيها ايا كان بقى. دي اصلا حاجه بتديك احساس لطيف شويه، انك تكون عاوز تلعب لعبه بتحبها بس الجهاز مكحكح، فبتقعد تخترع بقى اي حاجه تتشقلب تتنطط، وبعد ما تشتغل حتى لو بجرافيك تعبان مله تبقى في قمه السعاده. وده اصلا بيفكرني باول لعبه كنت هموت العبها حرفيا، كانت جي تي اي 4. كنت محملها على لابتوب، الله يرحمه، اللابتوب بتاعي القديم. هو كان صاحب مرض شويه بس قدرت بطريقه ما اشغلها عليه وختمتها عليه، بس كنت مبسوط فشخ. صديقي الجيمر المكافح، تحياتي ليك. ده كان فيديو قصير كده فضفضه شويه، ممكن يكون بحاول اشجع نفسي مش عارف، ولكن بس كده. اشوفك الفيديو الجاي. سلام عليكم.